انفقدت فيها هي الصداقة. يعني أرجاك عمل الرفقة الصح، كيف بيعيشوا، كيف مشاكلهم مع بعض، كيف بيحلوها. يعني هذا ممكن نشوفه كجانب، هذا أهم قيمة ممكن واحد يقدمها بعمل درامي. ديما ناجي، شكرا كثير لكم. بدي أشكر كمان سمير كمال الحجلي من الإمارات، روان العاقل من روسيا، وعلي الورفلي من ليبيا، والمهندس حسام نشواتي، ودليدا مرعي، وريان، ولينا، وسلمى، وريم، ونسرين، وغيرهم الكثير اللي قدموا مقترحات للبرنامج بناء على الحلقة الماضية، وأبدوا آراء بنحترمها. وإن شاء الله بحلقة قادمة مفصلية إن شاء الله بتكون قريبة بنقرأ عليكم كل اللي كتبوه. بس الأسبوع القادم راح يكون معنا، بدي أقول مع أني بدي ضل بأجواء اللي قدمته الدراما برمضان، لكن بدي انتقل لموضوع ضروري قادم من إيحاء هاي الحلقة، حلقة اليوم، اللي هو جيلنا وحرية الرأي بمواقع الإنترنت. تابعونا الأسبوع القادم وتواصلوا معنا. إيميل جيلنا@rtv.gov.sy أو صندوق بريد دمشق 10674. متابعة إعادة هاي الحلقة الساعة 6 و10 صباح يوم الأحد تلك الأسبوع. ما تنسوا قراءة المشاركات والمساهمات والتحضير للحلقة القادمة عبر الموقع المخدم للبرنامج amjadtv.net. وبدي أشكر شادي أبو راشد اللي ترك البرنامج، وإن شاء الله الأسبوع الجاي بيكون معنا الإنترنت شغال. كل الشكر للي تابعنا من فريق العمل، ومني أنا أمجد طعمة، وهذا جيلنا. باي. شكرا يا ديما. هذا جيلنا، هذا كل اللي قالوا لك عنا وتحكيلنا. هذا جيلنا، هذا قصة مجموعة قصص، تفكيرنا تحكيلنا عن جيلنا. هذا نحنا شو كتبنا وشو حكينا، حلمنا بشلنا ومهدينا. هذا جيلنا.